كده عملي على بروجكت برضو تاني. لو جينا مثلا شفنا بروجكت زي وورلد بانك، فلو مثلا جينا هنا شفنا مثال تاني في وورلد بانك، الكوين دي زي ما احنا شايفين 3D، وحركة الكاميرا بقى دي هنا، ده حركة الكاميرا بتاعت الترانزيشن ده، وحركة الشجر. لو جينا بصينا لها تاني اوكي، حركة الكاميرا دي ايه؟ دي كاميرا تمام متحركة في الزد، محطوطة في بوزيشن قريب قوي للاوبجكتس تمام، وبعد كده رحت ايه ساحبها بسرعة لمكانها الاساسي هنا كده في الزد. فده كده دي كده حركة الكاميرا. وعملت حاجة تانية، ان انا رحت واخد الاوبجكتس بتاعتي اللايرز دول، ولو جينا فتحنا الفيو هلاقي ان انا جيت هنا عملت ايه اهو، رحت موزعهم تمام، خليتهم ان هما ما يبقوش جنب بعض في نفس اللاير. بدأت ان انا اخد كل لاير من دول واحطه في الزد، يعني الكاميرا اهي تمام وده قدامه ورا، فبدأت ان انا ايه اهو، بدأت ان انا اوزع اللايرز بتاعتي عشان لما احرك الكاميرا يبان احساس الدبث ده، يبان ان في حاجات قدام وحاجات ورا وحاجات، حتى لو هو ايه معمول بسرعه. وافكت الموشن بلور ده ان انا باخد كل اللايرز تمام وبعمل لها موشن بلور. شايفين كده لو لغينا ده، لو جينا بصينا قبل وبعد من غير او بي، لو جينا عملنا كده الحاجه، لو علينا الكواليتي كمان شايفين الحاجه شارب ازاي. لو جيت عملت موشن بلور بتبقى البلورنس بيبان بتاع الكاميرا تمام. فلازم لو عايز حاجه يبان معاها الافكت بتاع الموشن بلور ده، ان انا بختار الموشن بلور من هنا اللي هو الايكون دي، وبشغل كمان انيبل موشن بلور للكومبوزيشن ده من هنا اللي هي لونها ازرق دي. هي لو عندكم هتبقى لونها كده مش هتبان، عشان تبان لازم اكتيفيت من هنا. فلو جينا دلوقتي هقلل الكواليتي بس عشان ايه بريفيو. طيب بالنسبه لحركه الشجر دي، لو جينا الشجر ده كله هو عباره عن شجره واحده معمول لها بري كومبوزيشن. يعني انا خدت الشجره عملت ليها سيلكت اول كده تمام، ورحت عامل كنترول او كوماند شيفت سي تمام، بيعمل لي بري كومبوزيشن. لو سميتها مثلا شجره فبيجمع لي كل اللايرز بتاعتها في كومبوزيشن داخلي جوه الكومبوزيشن الاصلي. عشان ارجع لورا يا اما باجي من هنا ده الكومبوزيشن اللي قبله، او بدوس حرف او بدوس زرار التاب على الكيبورد. لو دوست تاب بيفتح لي ايه اهو، بيقول لي انت في الكومبوزيشن ده اللي هو التري ده تمام، جواه كومبوزيشن شجره اللي هو ده، وقبله اللي هو جوه اصلا هو نفسه جوه كومبوزيشن تاني اسمه اوبن سورس تمام. هعمل كنترول زد. طيب لو جينا بصينا بقى على حركه الشجره دي معموله ازاي، الويجل اللي حاصل ده، الويجل اللي حاصل ده باث انيميشن. يعني ايه باث انيميشن تمام؟ هي عباره عن دايره واحده برضو. انا بحب دايما ان انا ايه اختصر على نفسي دايما. يعني ايه اختصر على نفسي دايما؟ لو انا جيت عملت كومبوزيشن جديد 1920 1080 تمام، هرسم الدايره بتاعتي، هتاكد بس ان الانكر في النص تمام. اوكي، هاجي من كونتنت ellipse path تمام، هدوس رايت كليك وهقول له convert to bezier path. دلوقتي لو هو بقى معمول كده بقى اسمه path 1، ما بقاش قاري ان دي ellipse او ان دي circle، هو قراها ان هي path عامه. فانا هقدر اتحكم فيها زي ما انا عايز او اعمل لها deformation او تشويه زي ما انا عايز.
فلو جيت على باث دلوقتي عملت كي فريم للباث ده، تمام. حاجه دلوقتي ان انا عملت سيلكت هقدر ان انا امسك الاكسس بتاعت الدايره دي. لو انا جيت عندي الكي فريم ده وجيت هنا رحت عملت ده كده وده كده، وهقوم جاي هنا اعمل ايه بقى؟ كده شايفين اللي بيحصل؟ قادر ان انا اتحكم في الشيب بتاع الاليبس، ما بقتش اليبس خلاص. انا قادر ان انا ايه، لو انا هعمل انتسيبيشن كده فانا ايه تضغط كده فهتيجي هنا هبدأ ان انا ايه اظبطها شوية. مش شرط تبقى دايرة بالنسبة لي دلوقتي، بس هي هتبقى شيب، تمام. فلو جينا هنا شوفنا هنا كنت عامل ايه انا. هخفي بس ايه البانل دي، فانا ده ايوه هي دي اهو انيميشن باث اهو، تمام. ورحت بقى ان انا ايه عملت انتسيبيشن، وبعد كده رحت بقى ان انا كبرته وراح عملت ايه اوفر شوتنج. كان انتسيبيشن كده راح كبر وعمل الوجل بتاعته دي لحد ما رجع تاني لمكانه الاصلي، تمام. ورحت عامل ايه ايز عشان بس الانيميشن يبقى سموث معايا وبس. حصل وكده اخدت ده دوبليكيت، رحت واخده حطه هنا، عملت له سكيل. ثانيه واحده، انا خدت اللاير نفسه دوبليكيت كده، رحت واخده هنا عامل له سكيل. وعشان ما يبقاش كله زي بعضه بدات ان انا احرك الكي فريمز بتاعتي. يعني شايفين مثلا ده، تمام. هنا رحت عملت ايه، رحت واخد اللاير ومحركه سنه شمال سنه كده، يعني ما بقاش شايفين الكي فريم ده اهو. لو جينا هنا المفروض ان ده وده زي بعض بالظبط، بس لا انا جيت هنا ورحت ايه محرك ده سنه شمال عشان ما يبقاش كل الانيميشن بيحصل مع بعضه، تمام. عشان يبقى عندي لاير مسابق لاير سنه ولاير مأخر سنه، فيبان الموضوع كأنه طبيعي، فيبقى ايه بيحصل بالشكل ده، تمام. فده هنا انا كده دمجت بين حاجتين. انا كده دمجت بين حركة الكاميرا، تمام، ان انا بقى عندي حركة الكاميرا هنا كده، تمام، وخليت الكاميرا تتحرك في الزد، وعملت كمان حركه الباث انيميشن عشان تديني احساس ايه ان هو المشهد ما فيهوش غير الشجر. فانا لو هحرك حاجه فانا كاني طلعت من وسط الشجر ده بسرعه جامد قوي، وخليت ان ايه من كتر الحركه الجامده دي اثرت على الشجر فاتحرك. فده كان الكونسبت ورا المشهد ده، وده دي الطريقه اللي انا عملته بيها. فاضل فيها حاجه واحده بس، حته التراديشنال اللي فيها، تمام. لو جينا هنا اللي هي ورقه الشجر دي،
ورقة الشجر اللي بدأت من هنا دي كده